بيبدأ الملخص بتاعنا بفرح أسطوري وفخم جدا لاتنين من أشهر الشخصيات في المدينة، وهم يونج العروسة الجميلة جدا وحبيبها اللي بيكون اسمه هارو، وبيبان على وشوشهم إن هما الاتنين بيحبوا بعض جدا وطايرين من الفرحة وسط أهلهم والمعازيم اللي بيشاركوهم اللحظة. ولكن فجأة وقبل ما هارو يلبسها الدبلة في صباعها بتيجي طفلة صغيرة وشكلها بريء وبتندى على هارو بصوت عالي وبتقوله ببراءة إنه وحشها جدا. ولكن الصدمة اللي بتكون على وش الكل والذهول اللي بيصيب القاعة كلها بيحصل بعد لما البنت دي بتقول بصوت مسموع للكل يا بابا. وطبعا يونج مش بتكون فاهمة هو ايه اللي بيحصل ومين البنت دي، ولكن فجأة بتيجي تينا ودي بتكون السكرتيرة الشخصية بتاعت هارو، والكل مش بيكون فاهم هو بيخون يونج مع السكرتيرة ولا ايه الحكاية. ولكن الاستغراب الأكبر والصدمة الحقيقية بتحصل لما بيروح هارو عند البنت الصغيرة وبيحضنها وبيطلب منها بتوتر ان هي تمشي دلوقتي. وساعتها يونج بتفوق من الصدمة وبتقول لنفسها وللكل ان هي كانت مغفلة لمدة 6 سنين كاملة، وبتفتكر في فلاش باك سريع لما راحت قبل كده المكتب عنده فجأة وشافت ان السكرتيرة تينا دي قريبة منه جدا وفي وضع مش مريح، وطلبت منه ساعتها بوضوح ان هو يرفدها من الشغل، وهو كان رافض رفض تام ومتمسك بيها. ولكن لما هددته قالت ان هو لو ما عملش كده هتسيبه وتمشي وتنهي العلاقة. قال لها بكذب ان هو هيطردها من الشغل وهينهي خدمتها، وبعدها فضل معاها لمدة كبيرة هو بيخدعها لحد هي اللي طلبت منه ان هما يتجوزوا عشان تثق فيه. وفي الفرح وفي اللحظة الحاسمة دي السكرتيرة تينا بتتأسف بدموع التماسيح وبتقول الغلط غلطها هي وان هي مش لازم تتخانق مع جوزها ابدا عشان خاطر بنتها. فبتطلب منها يونج بحدة انها تخرس، وبتقول لهارو بكسرة نفس ان هو شخص بجح جدا وخاين لانه لحد النهارده وفي يوم فرحه بيدافع عن نفسه وعن عشيقته. ولما بنت صغيره بتخاف من صوت يونج العالي وبتبدا انها تعيط، هارو بيشيلها وبيمشي بيها ناحيه الباب عشان يخرجهم. وقبل ما يخرج من القاعه بتتكلم يونج في الميكروفون بصوت كله وجع وقوه، وبتقول لهارو قدام كل المعازيم ان هو لو اتحرك خطوه زياده بره القاعه كده هيكون بيخرب الفرح وهتلغيه للابد وهتعتبره مات. وفعلا ساعتها هارو بيكمل طريقه عادي جدا ولا كأنه سامحها وسط دموع من يونج على عمرها اللي ضاع عليه وعلى الشخص الغلط. وبعدها بنشوف يونج تاني وهي راجعه البيت مكسوره وحزينه، ولكن بتتصدم لما بتلاقي نهارو قاعد بكل بجاحه مع اهلها في الصالون وبتسال بصوت عالي هو مين اللي سمح ان هو يخش هنا بعد اللي عمله. ولكن قبل ما اهلها يردوا هارو بيطلب منها ببرود ما تحكمش على اهلها لانه هو اللي اصر انه يستناها لحد ما تيجي عشان يبرر موقفه. واول لما اهلها بيخرجوا من الغرفه عشان يسيبوهم يتفاهموا بيقرب منها وبيقول ان هي عارفه ومتاكده ان كل ده حصل غصب عنه وانه بيحبها. ولكن هي بتضحك بسخريه وبتقول ان هو لازم ياخد هدومه اللي موجوده عندها كلها ويمشي فورا، وان هي دلوقتي بتكرهه ومش طايقه تشوف وشه. وبتقول الكلام ده وهي مبتسمه بوجع. وساعتها بيقول هارو بثقه مستفزه ان هو عارف ان الصدق اللي جواها ان هي لسه بتحبه وعايزه فرح جديد وانها مش هتقدر تستغنى عنه. ولكن هي بتقول بجديه ان هي عايزه تساله سؤال واحد بس، هو ازاي من 6 سنين لما سالته قال ان البنت دي ما تخصوش بحاجه خالص، وازاي بقت حامل منه بالغلط زي ما بيقول. وبتبدا انها تضربه في صدره بغل وقهر. وساعتها بيقول هارو بتهديد انه هيخليها تندم على اللي هي بتعمله ده وانها بتضيعه من ايدها، بس هي بتكمل ضرب فيه لحد ما بيغمى عليها من كتر الضرب والانفعال. والخدامات بييجوا وبيخرجوه بره البيت وهو فاقد الوعي. واول لما بيخرج بره وبيفوق بيبدا يشتم فيها وفي اهلها، ولكن الخدامات بيكونوا بيحبوها جدا ومخلصين لها وعشان كده بيكملوا ضرب فيه وهو واقع على الارض. وهي بتخرج ومعاها خرطوم الميه وبتبدا تغرقه بالرشاش بتاع الزرع، وبتقول بصوت عالي انها مش عايزه تشوف وشه تاني في حياتها، وبتقول ان هي هتدمره وهتدفعه الثمن غالي. وبتعمل مكالمه فيديو فوريه مع شركه والدها والمحاسبين وبتطلب منهم بلهجه امره ان هم يصفروا كل حسابات هارو من عندهم وينهوا كل الشراكات. ولما هارو بيقول بتحدي ان ده مستحيل يحصل وبيعمل مكالمه مع المساعد بتاعه عشان يتاكد، بيعرف ان فعلا معظم الناس والمستثمرين لغوا الشراكات معاهم فورا تضامنا مع يونج وعيلتها. وساعتها بيقول لها بغيظ انها تستنى شويه بس لحد ما هو يقف على رجليه من تاني وهيدمرها وهينتقم منها. وتاني يوم بنشوفه هو في البار سكران ومع بنات كتير عشان ينسى يونج ويغيظها، ولكن بيشوفها وهي معديه من قدامه في الفندق ومش بيكون فاهم هي بتعمل ايه في المكان ده. ولما بيمشي وراها وهو بيترنح بيمشي لحد ما بيطلعوا غرف الفندق، بس هو بيكون سكران جدا ومش شايف قدامه لحد ما بيسمع صوتها جاي من اوضه مقفوله. وبنشوف يونج جوه الاوضه مع شخص وسيم جدا اسمه جو، وبيكون رجل اعمال مشهور جدا وغني، ولكن هي مش بتكون عارفاه ولا عارفه قيمته، وبتكون فاكره ان هو من الشباب اللي شغالين في الفندق. وبتقرر انها تغيظ هارو بجو وتخليه يغير عليها،
ولكن جو بيقول لها ببرود ان هي سكرانه ومش عايز يقرب منها ولا يستغل الموقف، بس هي بتقول بعناد ان هي مش سكرانه وان هي عارفه هي بتعمل ايه كويس، وبتقوم تقفل الباب في وش هارو واللي بيكون واقف بره وبيخبط وعايز يخش، ولكن الامن بيمنعه وبيطرده. وتاني يوم الصبح بتصحى يونج على صوت تخبيط جامد على الباب. اول لما بتقوم بتفتح بتلاقي هارو اصلا فضل قاعد قدام الباب طول الليل زي الكلب الحارس، وبيقول بتبجح ان هو زوجها ومن حقه يعرف كل حاجه بتحصل جوه، ولكن هي بتضربه على وشه 4 اقلام ورا بعض وبقوه، وبتقول له بسخريه ان هو افتكر دلوقتي انه جوزها، ولكن في الفرح لما سابها ومشي مع عشيقته وبنته كان ناسي ان هو جوزها وناسي كرامتها. فبيقول هارو بوقاحه ان هو ليه الحق يتحكم فيها حتى لو شخص خاين لانه راجل. ولكن جو بيخرج من الحمام وبيقول بملل ان هو مش بيحب الصداع والدوشه ومش عايز كلام كتير، وطبعا هارو بيتعصب جدا ودمه بيغلي لان هو كمان مش بيكون عارف جو ده مين. وبتيجي في الوقت ده تينا السكرتيره اللي بتقول ليونج بتمثيل ان اللي حصل وقتها ده كان في لحظه ضعف منهم هما الاثنين، وان هو فعلا مش بيحبها وان قلبه مع يونج، بس هو مجبر يربي البنت عشان دي بنته، وان هي لازم تتقبل حاجه زي دي وتكون الزوجه الثانيه او المضحيه. بس يونج بتقول بقوه انها مش مجبره تماما تعمل حاجه زي دي ولا تقبل بالوضع المهين ده. وساعتها جو بيقول بدي ان هو صدع بسببهم وبسبب مشاكلهم العائليه، وبيتصل بالامن عشان يجي يطردهم بره الجناح. ولكن هارو بيقول بكرامه مجروحه ان هو يمشي من غير الامن وبياخد تينا وبيمشوا. وبعدها بنشوف يونج راحت على مدرسه راقيه عشان تقدم على الشغل الموجود هناك كمدرسه، ولكن بالمصادفه الغريبه جدا بتلاقي ان جو موجود هناك في الاداره ومش بتكون عارفه هو بيعمل ايه. فبيقول جو بابتسامه ان هو صاحب المدرسه دي كلها وان هو موافق على تعيينها فورا. وساعتها بتفهم يونج انها وقعت في شخص مش سهل جدا وانها كانت فاكراه مجرد شاب عادي. ولما بتخرج عشان تشوف المدرسه وبتتعرف على المكان بتلاقي ان بنت تينا وهارو موجوده هناك وبتتخانق مع الاطفال وبتذلهم وتتنمر عليهم بالحاجه اللي ابوها هارو اشتراها ليها زي البيانو الغالي. وساعتها بتنزل يونج لمستواها وبتقول للبنت بحده ان هي زي باقي زمايلها ومفيش فرق بينهم. ولما البنت بتبان ان هي متعجرفه وقليله الادب زي امها وبترد عليها بترميها يونج على الارض عشان تأدبها، وبتقول لها انها تربيها من اول وجديد طالما اهلها ما عرفوش يربوها. ولما الخبر بيوصل لابوها وامها تينا طبعا بتقول لهارو بمسكنه ان هو لازم يروح المدرسه حالا ويتصرف مع يونج اللي بتنتقم منهم في البنت. وبتكون يونج في المدرسه واقفه وسط امهات الاطفال اللي كانت البنت بتتنمر عليهم، وبنشوف ان كل الاهالي بيكونوا في صف يونج وضد البنت الصغيره، وهي مش بتاخد اي اكشن دفاعي لان هي مش بتكون مهتمه تماما بالبنت ولا بمستقبلها. وحتى لما هارو بيجي وبيزعق بتقول يونج للناس اللي موجودين بصوت عالي ان البنت دي بنت عشيقته وان ده طبيعي جدا تكون دي تربيتها واخلاقها. والناس كلها بيقولوا باشمئزاز ان هم مش موافقين بنت زي دي تكون مع اولادهم في المدرسه لان ده هيقلل من شأن اطفالهم وهيعلمهم حاجات وحشه. وبيضربوا هارو وحبيبته وبيطردوهم، وطبعا بيروحوا على مكتب المدير عشان يشتكوا وبيلاقوا النجوم موجود هناك وبيقول لهم ببرود ان هو مش هيقدر يعمل حاجه ضد الاهالي وقرارهم لان عندهم حق في خوفهم على اولادهم ده. غير كمان ان هو وصل له اخبار مؤكده ان هارو خسر كل فلوسه وارصدته اتجمدت، وده معناه انه مش هيقدر يسد الفلوس والمصاريف الموجوده عليه هنا في المكان، وعشان كده بيمضي على قرار فصل البنت من المدرسه. ولما بيكون هارو في العربيه راجعين وبتتكلم مع تينا وبتزن عليه بيطلب منها تهدى شويه وتخرس لان هو مش فايق ومصدع من المشاكل. وساعتها بينزلوا هما الاثنين يتكلموا مع بعض في الجراج بعيد عن البنت، وبتقول تينا بصراحه ان هي عارفه كل حاجه وان هو فعلا مش بيحبها وان هو بيحب يونج وحتى مش قادر يرفع عينه في عينها من الكسوف، ولكن دلوقتي لازم يتابع الدنيا ماشيه ازاي ويفكر بعقله. وكل حاجه بتقول ان يونج ضده مش معاه وان هي بقت مع جو وان هو لازم دلوقتي يستبدل الحب بالكرامه ويركز في شغله. وبتقول انها تاخد البنت وتمشي ويبقى يفكر هو عايز يعمل ايه بعدين. وفعلا بتاخد البنت وبتمشي، ولكن بسبب الطيش والعصبيه بيعملوا حادثه في الجراج وهم خارجين والبنت بتتخبط وبتتصاب. وفي المستشفى الام تينا بتفضل تعيط وتقول ان كل ده بسبب يونج وانها نحس عليهم، وبتفكر وبتقول بخبث ان ممكن يكون اللي كان سايق العربيه اللي خبطتهم هو تبع يونج عشان ينتقم. ولما بتروح يونج للمستشفى بالصدفه عشان تشوف حد وتطمن بتقابلهم. ساعتها تينا بتتعصب عليها وبتتهجم عليها وبتقول ان هي سبب في كل حاجه وان هي متاكده انها جايه عشان تشمت فيهم وفي مصيبتهم، وبتكون متوتره جدا. ولكن هارو بيطلب من تينا تمشي دلوقتي وتسكت لان هي مش بتقول كلام صح. وبعدها بيقف مع يونج لوحدهم وبيقول بغيره ان هو مش مصدق ان هي مع جو وانها نسيته بالسرعه دي لان جو مش شخص مريح معاها ولا مناسب ليها. فبتقول يونج ببرود ان هو اخر حد يتكلم عن الصراحه والاخلاق لان هي مش مهتمه اساسا برايه ولا بيه. وبعدها بيوصل جو المستشفى وبيسالها بلهفه اذا كان هارو ضايقها او عمل حاجه غلط، فبتقول ان هو ما جاش جنبها، بس بيلاحظ جو علامه خنق حمراء على رقبتها. واول لما بيشوف هارو بيتخانق معاه وبيضربه بوكس في وشه وبيحذره بتهديد قاطع من ان هو يقرب منها مره تانية لانه هو لو حاول بس يقرب منها هيقتله. ولما بيروحوا عشان يداووا جرح رقبتها جو بياخد الدواء من الممرضه وبيقول ان هو ممكن يداوي يونج بنفسه وبحنان. وبعدها بيشوف مشهد مهم جدا في قاعه مزادات كبيره وفخمه
وبنشوف جو ويونج هما الاتنين قاعدين جنب بعض في الصف الاول، وجو ماسك المضرب بتاع المزاد بثقة، وفي مزاد علني على قصر اثري كبير وضخم، والمزاد بيبدأ ب5 مليون دولار لان القصر ده بيكون من الاصول القديمة جدا والتاريخية في المدينة. وساعتها جو بيبص ليونج بابتسامة وبيسألها اذا كانت عايزة القصر ده فعلا ولا لا عشان يشتري لها كهدية. ولكن فجأة وقبل ما يرفع المضرب بيوصل هارو اللي شكله متبهدل ومتوتر، وبيقتحم القاعة وبيقول بصوت عالي ان هو المالك الاصلي للقصر ده، وان هم مستحيل يشتروه او ياخدوه منه لانه ورثه. ولكن صاحب المزاد والمسؤول القانوني بيقول بصرامة ان هارو تعرض للافلاس الرسمي، وان كل ممتلكاته وحساباته اتجمدت بامر المحكمة، وان هو دلوقتي مش له اي سلطة ان هو يتكلم معاهم في حاجة زي دي او يعترض، وان هم بدأوا بسعر منخفض كمان عشان يقدروا ان هم يسدوا الفلوس والديون اللي عليه للبنوك. ولكن جو عشان يثبت ليونج انه بيقدرها، وبدل ما يدفع 5 مليون بس بيدفع 20 مليون دولار مرة واحدة عشان خاطر يونج اللي طلبت منه كده بعينها. ولما بياخد هارو الفلوس اللي اتبقت بعد سداد الديون في شنط صغيرة وهو مكسور، بيسأل يونج بحقد اذا كانت مصرة انها تذله وتكسره قدام الناس، وبيكون هارو متعصب جدا وبيحاول يقرب منها. ولكن ساعتها جو بيطلب من الحراس الشخصيين بتوعه ان هم يخرجوه بره القاعة فورا، وبيقرب جو من هارو قبل ما يخرج وبيقول بتهديد ان يونج تعمل اي حاجة هي عايزاها وما حدش يقدر يمنعها. وبيفرجها على هارو من الشباك وهو واقف مذلول قصاد البيت القديم بتاعه عشان مش عارف ان هو يخش ولا حتى ياخد حاجته الشخصية، ودي بتكون اكبر انتصارات يونج وتشفيتها فيه بما ان هو اكتر شخص اذاها وكسر قلبها. ولكن بعدين جو بيقول لها بجدية انه كده خلاص انتقم لها ومش عايز ان هارو يقرب منها تاني او حتى سيرته تتجاب بينهم عشان يركزوا في حياتهم. وساعتها يونج بتسأله بمكر اذا كان غيران منه، فبيقول جو بابتسامة واثقة ان هو اكيد مش هيغير من شخص فاشل وخاين زي ده، ولكن الفكرة ذات نفسها مش بيحبها وان الماضي لازم يتقفل. ولكن فجأة بيجي هارو تاني عندهم في المطعم اللي بيتعشوا فيه وبيطلب منها تيجي معاه بسرعة، ولما بتقول يونج ببرود ان هي مش عايزة تروح معاه في حتة ولا تشوف وشه، بيقول هارو بدموع وتوسل ان هي الوحيدة اللي تقدر انها تنقذ بنته اللي في المستشفى لان هما الاتنين نفس فصيلة الدم النادرة. وبينزل هارو على ركبته قدامها وقدام جو وبيقول ان هو فعلا مش بيكذب عليها المرة دي وان حياة بنته في خطر. وساعتها هي بتبص لجو بتقول ان هي هتمشي وتروح معاه عشان الطفلة، وبيكون جو متضايق جدا وقلقان عليها ولكن مش بيتكلم عشان ما يبانش انه قاسي القلب. وبعدها بنشوفها وهي في المستشفى والدكتور بيقول ان هو لازم يتاكد الاول من فصيله دمها ويعمل لها تحاليل، وفعلا بياخدوا عينه من فصيله دمها ولكن بيعرفوا من التحاليل ان الدم مختلط معاه نسبه عاليه من المهدئات والادويه. وبتخش تينا ام البنت وعشيقه هارو وهي متعصبه جدا وبتقول بصريخ ان يونج قصدها تقتل بنتها بدمها الملوث وانها جايه تنتقم. ولكن هارو بيحاول يهديها وياخدها على جنب عشان ما تعملش فضيحه، والدكتور بيطلب من يونج انها توريه الادويه اللي هي بتاخدها عشان يتاكد. ولما بيشوفها الدكتور بيعرف ان في تشابه في الاسماء وان هي مش مهدئات خطيره وانها فيتامينات وبكده تقدر انها تنقل دم عادي للبنت. ولكن اول لما بيروحوا عند اوضه العمليات بتكون تينا واقفه زي المجنونه ومش عايزه انها تدخل يونج ورافضه تماما ان هي تنقل الدم لبنتها من عدوتها. ولكن الدكتور بيقول باسف انها دخلت في غيبوبه وان حالتها حرجه وانه من الصعب جدا انها تفوق منها قريب لو ما نقلتش الدم دلوقتي. ساعتها تينا بتقول بجنون ان يونج هي السبب في كل ده، ولكن يونج بتقول بحده ان تينا بتكذب الكذبه وتصدقها لان هي اللي بتماطل دلوقتي في حياه بنتها بسبب كرهها الاعمى، وان هي مش فاهمه المفروض انها تعمل اكتر من كده ايه، وان اصلا البنت دي لو ماتت بسبب رفض الام هم ممكن يتصلوا بالبوليس ووالدتها تينا تتحبس بتهمه الاهمال والقتل لان هي اللي منعت نقل الدم. وبيوصل جو في الوقت ده للمستشفى، ولما بيلاقي ان هارو وتينا بيتعصبوا على مراته يونج وبيحملوها المسؤوليه بيرمي الاتنين بره المستشفى بطريقه مهينه، وبيقول ان هو هيتعامل معاهم هنا بالقانون عشان مش عايز ان هو يتحبس بسببهم ولا يوسخ ايده بيهم. وساعتها يونج بتقول لهارو باحتقار ان هو اغبى شخصيه شافتها في حياتها لان كل حاجه باينه قصاده وحقيقه تينا واضحه، ولكن هو مصمم ان هو يكون غبي واعمى، وبتضربه بالعصايه على دماغه عشان يفوق. وتاني يوم بنشوف هارو وقاعد جنب بنته في المستشفى وهي متوصله بالاجهزه، والدكتور بيقول له باسف ان حياتها ممكن يكون فاضل فيها القليل جدا بسبب التاخير اللي حصل امبارح في نقل الدم وان الامل ضعيف. وبعدها بنشوف والده يونج وهي نازله من المطار بشنطتها والمفروض انها تروح على بيت بنتها يونج وجو، وبيقابلها اتنين من الشباب شكلهم مريب وبيقولوا ان هم تبع يونج وان هم ياخدوها على البيت عشان المفاجاه. ولكن قبل ما تركب بيجي هارو اللي بيكون مراقبهم وبينصحها بقلق انها تبعد عن الاتنين دول لان هم هيخطفوها ومش تبع يونج. ولما مش بتصدقوا الام بتخاف منه، هو بيقول ان هو بيترجاها تثق فيه مره واحده بس عشان خاطر يونج، بس هي بتقول انها مستحيل تثق في شخص مخادع زيه اذى بنتها. وبتركب العربيه مع الشباب الغريبه، وبالليل بتكون يونج قلقانه جدا في البيت لان المفروض امها كانت تتصل بيها من بدري جدا ووصلت، وبيتصل بيها جو من الشغل وبيقول بقلق ان رجالته اللي راحوا المطار قالوا ان هم بيستنوها في المطار ولكن هي ما ظهرتش ومحدش شافها. وبعد المكالمه لما بتخلص بيتصل بيونج رقم مجهول وبيقول بصوت غليظ انها لازم تيجي على العنوان الموجود في الرساله لوحدها بدل ما تيجي تاخد جثه والدتها من المكان، وعشان كده بتتصل بجو فورا وبتقول
بتقول له عن كل حاجة وإن هو لازم يروح على العنوان معاها. وبنشوف إن والدتها بتكون مربوطة في مصنع مهجور، وبيكون هارو راح وراهم عشان ينقذها وبيطلب من الخاطفين يسيبوها، بس واحد منهم بيكتفه وبيضربوه والتاني بياخد الأم بعيد. وفجأة بنشوف تينا موجودة في المكان وبنعرف إن هي اللي دبرت الخطف ده عشان تنتقم من يونج وتاخد فلوس. ولما بتهدد هارو إن هي ممكن تقتله هو كمان لو اتدخل، هارو بيروح يمسك السكينة من أصلها بإيده وبيقول بانهيار إنه مش هيكون عنده مانع يموت ويخلص. ولكن هي بتضعف لما بتشوف دمه وبترمي السكينة وبتحضنه وبتعيط، ولكنه بيمسك السكينة بدلها في لحظة غضب وبيطعنها في بطنها. ولما بتسأله بصدمة ودموع ليه عملتي كده، بيقول هارو بغل إن هي لها عين تسأل بعد كل اللي هي عملته. أول حاجة بوظت فرحه وحياته، وتاني حاجة لعبت بدماغه وفرقته عن حبه، والأخيرة إنها أجبرته كمان يخلي بنته تعيش في غيبوبة وتموت بسبب جهلها وحقدها. ولما بيستوعب هارو هو عمل إيه وشاف الدم بيخاف جدا، ولكن بيقول للرجالة اللي بيكونوا خاطفين الست إن لو حاجة حصلت والبوليس جه هيقولوا إن جو هو اللي عمل ده لما جه هنا عشان يدافع عن حماته ويلبس التهمة. وبعدها بنشوف يونج وهي وصلت المصنع لوحدها، والاتنين من العصابة بيكونوا مع والدتها ورافعين السكينة على رقبتها بتهديد، وبيقولوا إن هم عايزين الفلوس قبل أي حاجة. ولما بتقول يونج بشجاعة إن هم مش هياخدوا حاجة منها غير لما يسيبوا أمها، بيحطوا السكينة على أقرب نقطة لرقبة أمها وبيقولوا إن هم ممكن يقطعوه خالص ويقتلوها. ولكن هي بتخاف وبتقول خلاص إن هي تبعت لهم مبلغ كبير جدا يقدروا إن هم يستفادوا منه ويهربوا. ولكن والدتها بتصرخ وبتقول لها إن حياتها ما تستحقش المبلغ ده كله وإنها ما تدفعش. ولكن بعدها بنشوف إن هارو بيستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي وتغيير الصوت، وبيقدر إن هو يتكلم مع يونج فيديو كول بشخصية وصوت جو عشان يخدعها ويقول لها إنه خطف والدتها عشان يبتزها. وبعدها يوصل هارو وينقذها من بين ايدين العصابة ويطلع هو البطل في نظرها. ولكن يونج بتكون ذكية وعارفة إن في حاجة غريبة بتحصل، لأن جو مش بيتكلم معاها بالرسمية دي في العادي ولا بالطريقة دي، وبتروح تفك والدتها بسرعة لأن ده الأهم في الوقت ده. ولكن بنشوف إن تينا لسه عايشة وما ماتتش، وبتكون جاية وهي بتنزف عشان تتخانق معاهم، وبتقول لهارو بصدمة إن هو عمل رد فعل طبيعي جدا بعد اللي هي عملته وإنها تستاهل. ولكن هي مش فاهمة هو ليه ممكن يأذيها ويقتلها وهي أم بنته. وساعتها يونج بتفهم إن كل اللي حصل ده فعلا كان مؤامرة وتمثيلية على جو مش أكتر عشان يوقعوا بينهم. ولكن بعدها بيروح هارو عند يونج بيحاول يقرب منها وبيقول لها بضعف إن هو بيعتذر منها جدا وإنه ندمان وإنه مش عارف إزاي كان بيحاول يبعد عنها في يوم من الأيام وإنها حبه الوحيد. بس هي بترفض كالعادة وبتقول له إنه انتهى بالنسبة لها. وأول لما بترفض بيخرج السكينة وبيحطها على رقبتها بتهديد، وبيقول بجنون إنه بيكره القدر لأنه هو مش بيعرف يعيش من غيرها وإنه هيقتلها ويقتل نفسه. ولما بيوصل جو في اللحظة الحاسمة بيهدده بمسدسه إنه هيأذيه جامد لو ما سابهاش. ولما بيقول هارو بتحدي إنه هو دلوقتي مش بيخاف من الموت وإنه هو يقدر يعمل أي حاجة، بيقول جو إنه هو لو راجل يتهجم عليه ويسيب البنت. وأول لما هارو بيحاول يعمل ده ويهجم على جو بيضربه بمهارة قتالية وبيوقعه على الأرض وبيشل حركته. وكمان بيكون البوليس وصل وقبض على رجالة العصابة اللي بيعترفوا فورا إن كل ده من تدبير تينا، وإن هم كمان كان معاهم أمر منها بإن هم يقتلوا هارو بعد ما يخلصوا المهمة. وبيعرف هارو الحقيقة المرة إن تينا كانت عايزة تنتقم منهم كلهم وتخلص عليهم حتى هو عشان تاخد الفلوس وتهرب. ولكن فجأة يونج بتتعب وبتدوخ وبتحس إنها دايخة شوية وبتقع من طولها، وطبعا والدتها بتفكر إنها ممكن تكون حامل من جو. وساعتها هارو لما بيسمع الكلمة دي بيبدأ إن هو يتعصب جدا ويخش في حالة نفسية هستيرية ويقول بصريخ إنه مستحيل تخلف من حد غيره أو تكون أم من حد تاني غيره. ولكن هي مش بتهتم بكلامه ولا بصراخه، والبوليس بياخده هو وتينا. وبعدها بنشوفهم في المستشفى يونج وجو والدتها وبيكونوا متوترين جدا ومستنيين الدكتور. وأول لما الدكتور بيخرج بابتسامة بيقول إنها كانت محتاجة راحة مش أكتر من الإجهاد، وبيعرفها وبيبشرهم إنها حامل في الشهور الأولى. وساعتها جو بيخش الأوضة بفرحة وبيبدأ يسمع حركات الجنين في بطنها، وبيوعدها إن هو مش زي هارو إنه هيفضل جنبها على طول ويحميها هي وابنهم. وبيخلص الملخص على مشهد العيلة السعيدة وانتصار الحب الصادق.